من قناة وقائع جنوبية نقدم لكم برنامج سوالف مسموعة. اليوم سالفتنا على الشباب أهل الدراجات. أولادي أهل الدراجات، هذا اللي يفلق، وهذا اللي يمشي دراجته بدون ضوء، وهذا اللي يسرع، وهذا اللي متوازي يمشي زقزاق بين السيارات. يا أولادنا يا شبابنا، كل احنا ولد عشاير، وكل احنا ولد حواء، وكل واحد عنده أمه منتظرته يجي، وعنده أبوه منتظره يجي. زين، أنت هم خلي ببالك أمك منتظرتك، وأبوك منتظرك، وعشيرتك منتظرتك، وشيخ عشيرتك يتنومس بيك بحكاياتك الحلوة بأفعالك الحلوة. إخوان، أنا أكد وأقول على هذولي أهل الدراجات أهل التفليق. لما أنت تفلق شنو القابضة؟ يعني تفلق ووراك سيارات انهطرت وطحت، سحقتك سيارة اتكسرت، مو فقر نفسك. زين، انت هالتفليق هذا وهالسرعة هاي شنو عندك؟ جائزة نوبل يعطونك اياها؟ زين، احد متعهد لك يقول لك انا راح اعطيك كرامية؟ يا ابويا باعوا على نفسكم. انت من تمشي بالليل، وهاي الدراجة الحربية يسمونها ما ادري شو يسمونها، هاي اللي بدون لايتات، والقزود مالك ون. زين، انت ما فكرت ينعلون سلفاك هالناس هاي تمشي عليهم؟ لا فكرت بواحد مريض، لا فكرت بواحد ما يعني متأذي مريض. يعني شنو سالفتكم يا اخوان؟ انت تخلي القزوز تصيح حيل، ليش؟ شوف لك مجموعة وخليته تصيح. زين، لو تسرع بالدراجة وهم تطلع صوت، يا اخوان عيب والله عيب. يعني عيب، انت راح تبلي اهلك، وتبلي عشيرتك، وتبلي ابوك وامك ورئيس عشيرتك. هذا اذا صار بيك شي، لو دعمت لك واحد اول ما يبتلي ابوك يشبج منا ومنا للجيران للاصدقاء منا، وخبر رئيس عشيرته وخبر العشيرة وقال له ليش تخلون الفشل لشيوخكم، وتخلون الفشل لأهلكم لأبوكم؟ زين، هالشيخ هذا خطايا هم يروح كل ساعة، يابا تعال ابن فلان، تعال يا شيخ فلان، تعال خلينا نروح ناخذ له عطوة، نروح نطي فصل، نروح نطيح عليهم. يا اخوان يا شبابنا اهل الدراجات، تحلوا شويه بالاخلاق الطيبه، تحلوا بالسياق الطيبه. ليش هو يقول السياقه فن وذوق واخلاق؟ الفن تمشي بمشي عدل، والاخلاق ما تقتل لك واحد. زين، والذوق تجي لها يعني بذوق، تجي يعني عندك شغل تجي تصعد بالدراجة أو بالسيارة. يا أخوان، خلوا بالكم أهلكم، خلوا بالكم الناس اللي تحترمكم، خلوا بالكم أنتم متعوب عليكم، خلوا بالكم أنتم خوش ولد، أنتم أولاد عشاير. يا أخوان يا أعزائي يا أولادنا، ترى احنا هم حريصين عليكم. ومن تمشي بالشارع خلي عندك فد ذوق، خلي عندك فد أخلاق. أقصد على الناس اللي طالعة من الطريق. والله هذول بها ناس عندها دراجات، هذا اللي يروح لعمله، هذا اللي يقضي له شغله، هذا غيره، مع احترامي إلهم. فنسأل الله أن تكونون عند حسن ظن الناس، وأمك متانيتك عيني بالدراجة، وأبوك متانيك، ورئيس عشيرتك يسمع أخبارك الطيبة، وأنتم إن شاء الله أولاد خير وبركة، وأولاد أخلاق حميدة. والله يبارك بكم ويخليكم، وإن شاء الله نلتقي بسالفة أخرى، سوالف مسموعة من قناة وقائع جنوبية. عمكم أبو علي، تحياتي لكم.